قلتها ميدو مبدئيا المدير الفني لسه صغير ولسه ما فيش خبرات تدريبيه كبيره، واللاعبين كلهم طبعا في لعيبه اكبر منك وفي لعيبه كبيره في المستوى دي. معاك الصوره مع طبعا ده تحدي بالنسبه لي، ووجودي في هذا المكان شرف ليا، والكلام زي ما انا قلت الكلام ان انا موجود وان ده اول شغلانه دي مش بدعه، دي موجوده دلوقتي في كل انديه العالم، وده اتجاه سلكه العالم كله في التدريب في اخر 7 8 سنوات. انا عارف ان هي حاجه جديده على مصر، عارف ان احنا دايما لما بنيجي نعمل حاجه جديده بتبقى تقيله علينا شويه، لكن في نقطه مهمه جدا ان انا عايز ان الناس تاخدها ان نجاح ميدو في نادي الزمالك هيشجع مؤسسات الدوله بعيدا عن الرياضه في ان هي تدي فرصه للشباب، وده موجود في دستورنا الجديد، ان انا اشجع الشباب ان هم يبقى عندهم مراكز قياديه. ده في الحياه العامه وفي الناحيه الثانيه. نيجي بقى للكوره. نجاح ميدو في نادي الزمالك ووجود ميدو في نادي الزمالك بيفتح فرصه ذهبيه للمدربين الشباب اللي في مصر، اللي انا في وجهه نظري ان هم مظلومين وفي مدربين شغالين لهم كل الاحترام ولهم مدرستهم ولهم ثقافتهم وبيلفوا على الانديه 25 30 سنه، والكره في مصر لم تتطور. لكن كلهم باكد ليهم الاحترام وليهم كل التقدير. لكن نجاح ميدو ان شاء الله هيدي فرصه وهيشجع الانديه ان هي تدي فرصه للمدربين صغار السن. خطه احمد حسام ميدو لتطوير نادي الزمالك ايضا بالنسبه لبعض اللاعبين زي شيكابالا والمشكلات الخاصه بمستحقات اللاعبين المتاخره. قصه مستحقات اللاعبين وقصه شيكابالا كل الكلام ده مع كابتن احمد عبد الحليم. يعني ده مركز كابتن احمد الحليم مدير كوره، دي قصه انا راجل مدير كوره بتكلم في الكوره. خطتك الفنيه لتطوير نادي الزمالك، خاصه ان يمكن الفتره اللي فاتت المستوى الفني لنادي الزمالك ما كانش راضي للجمهور. فرقه محتاجه شغل، فرقه محتاجه شغل في كل حاجه، في وقفتها في الملعب، شغل بدني بشكل معين، خطه اللعب اللي هنلعب بيها حاجات كتيره. انت شفت من خلال التمرين ان احنا شغالين على حاجات معينه. لما جيت وقعدت قلت لجمهور نادي الزمالك ان نادي الزمالك هيبقى شكله مختلف جوه الملعب ان شاء الله. من اول مباراه المنيا هتشوفوا ان احنا هيبقى شكلنا مختلف، واحنا معانا الكوره واحنا معناش الكوره، والروح لغايه اخر دقيقه. لعيبه الزمالك هتبقى بتلعب لغايه اخر دقيقه. دي الهويه بتاعت فريق الزمالك، الايدنتيتي، الهويه بتاعتنا. فرقه منظمه جدا، ودي اهم حاجه عندي. تخش فيها جون بسهوله، فرقه تلعب بروح وتلعب كوره نادي الزمالك اللي جمهور نادي الزمالك طول عمره متعود عليه. طيب شايف ان شويه شغل زي ما انا قلت، لكن انا سعيد بعدد اللاعبين اللي معايا، ومن الصعب وباكد ان انا اجيب لعيب ثاني بفلوس وانا لعيبتي ما خدتش مستحقاتها، لان ده كان بيعمل مشاكل قبل كده. ده مش هيحصل وانا موجود. مش هجيب لعيب ثاني بفلوس الا ما لعيبتي تاخد مستحقاتها، وانا ده حمايه لعيبتي. وانا سعيد باللعيبه اللي موجوده، وعندي كفر وعندي حمايه في كل مركز. فيهم ولاد صغيرين في السن لكن اعرف ازاي انا اشتغل معاهم واعرف اطلع منهم من كل واحد الحته اللي انا عايز اطلعها منه. طيب هتعتمد كده على الناشئين عشان تقدر تدعم؟ هتعتمد على الناشئين عشان تقدر تدعم مساله انك مش هتجيب صفقات جديده؟ انا مش هعتمد على الناشئين حاجه. الفرقه اللي بتتمرن معايا دي هي فرقتي. تمام؟ هننزل نتفرج على الناشئين ونشوف اذا كان في لاعب او اثنين يقدروا ان هم يدخلوا معانا يدخلوا، لكن الفرقه دي هي كابتن حول الرخصه وقيادتك للفريق رخصه بطوله افريقيا. يعني بيقولوا ان لازم الرخصه ايه تبقى مع حضرتك عشان تبقى القياده الفنيه ومدير فني في السكور شيت في بطوله افريقيا. هنشوف لسه متاكد من القصه دي، لكن كل اللي نقدر نقول عليه ان احنا من خلال عملي ومن خلال وانا شغال ان شاء الله هنبتدي نحصل على الرخصات درجه وباذن الله هنحصل على كامل الوقت. كابتن كان اول كلمه وجهتها للاعبين عامل ايه؟ نادي الزمالك نلعب كوره لقدام وكده. اول كلمه وجهتها للعيبه انا عرفت ان انت قلت لهم ان احنا اصحاب في الملعب، بره الملعب، لكن في الملعب قاعدين نشتغل. ده كامل الوقت.
طيب تعليماتك كانت للعيبه النهارده في الجلسه؟ نعم. تعليمات اللي انت قلتها للعيبه في الجلسه قبل نزول التدريب؟ مش تعليمات، قصه سهله جدا. احنا بالنسبه لنا اللي بينا وبين بعض شغل، انا اخوهم الصغير واخوهم الكبير في بعض الاوقات. التعليمات اللي كانت واضحه للعيبه ان انا اللعيب بالنسبه لي الراجل في الملعب اللي بينفذ الشغل اللي انا عايز اللي انا طالبه منه. اللعيب الملتزم، ملتزم في كل شيء، ملتزم في مواعيده، ملتزم في حياته، ملتزم في كل شيء، هو اللي هشيله فوق دماغي. ده اللعيب اللي هيبقى موجود معايا في الملعب. كابتن ميدو بصفة انت اشتغلت بره كتير، اللائحه في تعديلات عليها وكده؟ يعني لائحه الفريق انت اللي عمل بيها ولا اللائحه اللي اللائحه اللي اتعملت لسه هنبص على اللائحه مع كفايه ان شاء الله. كابتن ميدو مش جاي التغيير. سمعنا ان حضرتك عايز هل هيبقى مصري ولا اي مدرب اجنبي؟ لا، في صعوبه في استخدام مدرب اجنبي الان بسبب الظروف الحاليه في مصر، لكن الظروف الحاليه والظروف الماليه، لكن جالنا سيناريوهات من 4 أو 5 مدربين احمال حاصلين على شهادات تدريبيه على اعلى مستوى. هنقعد معاهم وهنعمل لهم انترفيو وهنشوف مين فيهم الشكل شغله هيتناسب مع شغلنا. كابتن ميدو اتعاملت مع 8 من مصر كابتن؟ من مصر ان شاء الله. كابتن ميدو اتعاملت مع 7 أو 8 مدارس من الاعلام بتطالب الانديه المصريه ان هي تسمح للاعبين الصغيرين بالاحتراف. الكلام ده طبعا كان بيتقال على عمر جابر ومحمد ابراهيم، هل دي النيه مستمره حتى في ظل وجود التمديد السنه دي؟ طبعا مفيش ولد هنقف قدامه، لكن نجيب العرض المناسب اللي يتناسب مع نادي الزمالك واللي يفيده لان احنا يهمنا جدا ان لما لعيب يخرج، لان احنا لما نخرج لعيب كنادي الزمالك هناخد 25% من الترانسفير الثاني او الانتقال الثاني. عايزين نروح مكان زي مثلا محمد صلاح اللي هو بسم الله ما شاء الله دلوقتي راح مكان بيشارك بصفه مستمره وفي دوري سهل، اسمح له ان هو يديله اوبورتيونتي او يديله فرصه ان هو يلعب، وعشان كل ما اللعيب ده يتباع بمبلغ اكبر احنا نستفيد اكتر. القصه بالنسبه لنا ما فيهاش اي مشكله والكلام ده كابتن ميدو اتعاملت مع 7 أو 8 مدارس اوروبيه، المدرسه الاقرب لفكر كابتن ميدو هتبقى في الملعب ايه؟ دي نقطه. والتاني حاجه، حصل مكالمه بين حضرتك والعميد، يا ريت بس لو تطلعنا على تفاصيل. والله الناس كلها كلمتني الحمد لله، كل زمايلي وكابتن حسام وكابتن احمد حسن كل اسلام الشاطر وليد صلاح الدين خالد الغندور كل اللي حازم امام طبعا كل الناس كلمتني، واولاد نادي الزمالك كلهم كلموني، والحمد لله احنا الناس عارفه ان احنا مهمتنا مش سهله، مهمتنا صعبه، لكن احنا اللي نقدر نخليها سهله. انا كل ثقه في امكانيات اللعيبه اللي معايا ان هو بالشغل اللي احنا بنشتغله معاهم باذن الله نقدر نعمل مباراه كويسه، وعلى الاقل الزملكاويه هيبقوا فرحانين بشكل الفرقه، فرحانين. نقطه مهمه جدا، الفرقه تلعب فرقه منظمه وفرقه بتلعب كره كويسه وتلعب بروح نادي الزمالك. ميدو عادة أي مدير فني بيمسك فرقة خصوصا لو كانت في حالة انهيار بيقول أنا جاي عشان أبني فريق، يعني مش المستوى بتاعها، بس بيتكلم على إنه أنا هبني فرقة عشان تاخد بطولات. أنت أول تصريح ليك إنك بتوعد الجماهير. أنا من خلال رؤيتي للعيبة إن إحنا ممكن بشغلنا وممكن باجتهادنا إن إحنا نكون منافس قوي على بطولة الدوري وبطولة أفريقيا بعد ذلك. هناخدها خطوة وماتش عندنا أول مباراة المني، وكل مباراة بإذن الله هنكسبها هناخد النتيجة ونبني عليها. كل مباراة هنكسبها هناخد النتيجة ونبني عليها. احنا ما بنبصش في حاجة ولا لينا أهداف ولا لينا أي حاجة، لكن طبيعي إن أنا أتكلم على طموح جماهير نادي الزمالك إن هي بتأمل إن فرقتها تبقى بتنافس على بطولة الدوري. هل هيبقى في شكل معين للتعامل مع الإعلام متعودين منها الاحترافية؟ ميدو طيب كويس انك سالت النقطه دي كويس. هيبقى في منسق اعلامي، المنسق الاعلامي ده هيبقى شغلته ان حضرتك واتمنى ان انتوا ما تسالوش في الكلام ده، لان انا في الاخر احنا كلنا شغالين في نفس الحته وفي نفس المصلحه، وعايزين يبقى في نظام وكلنا نريح بعض هنشتغل. ان انتوا اهلا بيكم في كل التمرينات، هتتفرجوا على اول نص ساعه في التمرين، اول نص ساعه او اول 40 دقيقه، وبعد كده هنستاذن حضراتكم ان انتوا تبقوا مش موجودين. اسف خلاص كله جاي عشان نركز في شغلنا. في حاجه اسمها بري ماتش كونفرنس، يعني مؤتمر ما قبل المباراه. مؤتمر ما قبل المباراه ده من خلال المنسق الاعلامي هتطلبوا حضراتكم احد افراد الجهاز اللي هو ما ينفعش يبقى كل مره الجهاز، واثنين من اللاعبين هيقعدوا، انتوا كلكم مع بعض هتقعدوا تختاروهم وهتقعدوا وهيبقوا ليكم معاهم قاعده لمده نص ساعه، تقعدوا كلكم تسالوهم بشكل منظم، وبنحاول نوفر لكم اوضه. وعلى فكره بنحاول نعمل لكم اوضه فيها كل الخدمات الصحفيه، فيها وايرلس وفيها كل حاجه. انا الكلام ده طلبته والكابتن ايمن يونس طلبه، يعني احنا بنحاول نساعدكم
فعايزكم تفهموني كويس قوي، ما حدش يزعل مني في حته نص ساعه وبتاع. احنا ناس هتيجي تشتغل تبص تشوف الشكل التمرين مين حاضر مين غايب، ده في الاخر هو ده اللي يهمك، فاهمني؟ و هي كده نعمل قصه المؤتمر الصحفي ده. طبعا في المؤتمرات الصحفيه اللي بعد اللقاء مش هسمح للعيب، يعني لسه التعليمات لسه ما انتهتش للعيب ان هو حد من حضراتكم يكلم اللعيبه ويعمل معاه انترفيو. اللي هيحصل ان انتوا اي حد عايز يعمل انترفيو مع اللعيب بتكلم البريس اوفيسر، بتكلم المنسق الاعلامي وبتطلب منه، هو بيقول لحضرتك عندك 10 اسئله تسالهم مثلا لعمر جابر، تمام؟ لكن في نقاط معينه ما تتكلمش فيها، ما تتكلمش مستحقات، ما تتكلمش كذا. حضرتك بتقدم له 10 اسئله وبتقعد مع، او حتى لو 2 3 مش مشكله، وبتقعد مع المنسق الاعلامي ومع اللاعب، وبيبقى الانترفيو ريكوردد مسجل عشان انت كصحفي، انا بحميك كمان كصحفي. ما حدش النهارده يجي لعيب يقول لك انا مش عارف ايه، انا همشي ومش عارف ايه وبتاع، وبعد كده بعد ما تنزلها يروح قايل لك ايه، انا لا انا ما قلتش كده. لا، كل كلمه هتطلع مسجله، والتسجيل هيبقى عنده كوبي من عندنا، كوبي مع حضرتك، وهتبقى الدنيا منظمه. يعني هنحاول ان احنا ننظمها بشكل جيد، لسه بنتفق مين هو هيكون المنسق الاعلامي باذن الله. طب فيما عدا النقطه دي، يعني مثلا مش قبل الماتش ولا بعد الماتش، يعني ايام عاديه مش من حق مثلا نتكلم مع اي لعيبه خد تصريحات باي حاجه ثانيه؟ لا، عن طريق المنسق الاعلامي. يعني انت النهارده عايز تعمل انترفيو مع اي حد، ها، تكلم المنسق الاعلامي عشان الدنيا سهله. لو سمحت انا عايز اعمل كذا، يقول لك قدم لي الاسئله اللي انت هتعملها، وانا هاجي اقعد معاك وانت بتكلم الراجل. ده اريح لك واريح للناس كلها. هو يبقى منسق مش متحدث باسم الفريق، وهيبقى في نفس الوقت متحدث باسم الجهاز. شكرا لكم كابتن. بالنسبه لهاني سعيد ومحمود فتح الله على الاول